من اهم الحاجات اللي بعلمها للبروكر الفريش اللي داخل المجال ده هو ان انت لا تملك شيء مادي ملموس لبيعه. انت كل ما تملكه هي وجهة النظر دي بتتبني على معرفة ومعلومات وعلم وخبرات بتيجي طبعا مع الوقت. طيب انت في الاول محتاج ايه عشان تبيع صح؟ محتاج تسأل اسئلة صح. اللي بيجي لك ده جاي يشتري بيته ده ليه طموحات معينة جوه دماغه وعايز يوصل لها. لازم اسأله على هذه الطموحات. بتحبه بعيد عن ايه وقريب من ايه؟ عايزه في دور عالي ولا في دور واطي؟ عايز لما تفتح شباك بلكونتك وتقعد في البلكونة تبص على خضرة ولا بحيرات؟ بتحب التقسيمة المستطيلة ولا بتحب التقسيمة المربعة؟ بتحب بيتك او نفسك بيتك يبقى عامل ازاي؟ الاسئله لما بتتسال صح بقدر اوفر لعميلي ما يناسبه. وفي سؤال انا بيضايقني جدا، بشوف بعض البروكرز الفريش بيسالوه بطريقه بايخه جدا: معاك كام؟ بادجت كام؟ وات ايفر الطريقه اللي بيسال بيها غلط. انا لو حد سالني معاك كام مش هقول له، او هقول رقم مش حقيقي. فبالتالي احنا بنسال بطريقه مبسطه: هيك متاح معانا مقدم كام، ونقدر قدراتنا الماديه ندفع اقساط كام كل 3 شهور. وانا بجمع الاثنين وبضربهم في عدد السنين بعرف البادجت بكل بساطه. الموضوع باختصار ان انت اسال اسئله صح، هتقدر توفر لعميلك اللي هو محتاجه صح فهيشتري.